السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيك في فيديو جديد من كورس اوتو زد فلاتكس. ان شاء الله طالعين نشرح حرف الاي وحرف شاي. بسم الله. حرف الاي، قبل ما نشرح ان الاي ده حرف من الحروف المتحركة، الفاولز اللي احنا شرحناه يبقى ده حرف من الحروف المتحركة، ده اول حاجة. طيب القواعد بتاعته ازاي؟ قواعده سهلة جدا وهو حرف بيلخبط شوية، بس هنقول ينطق كالكسرة، يبقى كسرة اي، مش او ولا اقول اي. يلا ناخد المثال. هنا اي اللي باللون الاحمر، فهنا اقول ايه؟ اير. اير كسرة اير. اير. هنا اقول بي، ده حرف ايه؟ البي. بعدين الايه؟ هقول بي. بي يبقى بيد. بيد. ما اقولش باد، ما اقولش بود. ده اي يبقى كسرة بي بيد. بيد. هنا اتش، ايش بتنطق ايه؟ ها، فاقول ها ولا هي ولا هو؟ لا هي. هي هيد. هيد. هنا اقول تي. تي تي مش تا ولا تو، اقول تي تي. تنت. تنت. هنا اقول ري ولا را ولا رو؟ اقول ري. ري يبقى ريد. ريد. هنا حرف متحرك وحرف متحرك، فالغي الحرف ده واخد حرف الصوت ده بس اطول فيه، فاقول ريد. ريد. هنا ريد ولا هنا ري ولا رو ولا را؟ لا ري. ري كسره يبقى ريد. ريد. يبقى اول حاجه حرف الاي ينطق كالكسر، كسر اي. اي. تمام. هنا طيب تاني ملحوظه، اذا جاء حرف الاي مزدوج، يعني ايه؟ جاء اتنين اي ورا بعض، ينطق كالياء الممدوده، ما احنا عارفين. ما هو الاي في الشورت بينطق كالياء، في الشورت فاول. طب في اللونج لا، هطول بقى في الياء. احنا قلنا فتحتين كسرتين ضمه في القصير. طيب في الطويل فتحه كسره ضمه، واليو يو والاي اي زي ما قلنا في اول فيديو. فهنا فتحتين كسرتين ضمه. طب في هنا في الشورت كنت بقول كسره. طب هنا بقى في الشورت، طب في اللونج هنا بقى هطول الكسر، ما هي الكسره بتتكتب ياء، فهطول ياء فاقول اي. كنت بقول بيد، لا كنت هقول ري. بدل ما نقول ري هقول ري، اطول. بدل ما هو ري صغيره هطول في الري الكسره، او الياء هطول فيها، فالياء الممدوده. الياء ممدوده. ما احنا عارفين يا جماعه ان الكسره بتتكتب ياء، والفتحه بتتكتب الف. طب والضمه بتتكتب واو. طيب هنا بقى بص، هنا فري، ده حرف اهو الاي. الاي ورا بعض اقول فري، لا ولا فري. فري. هنا اقول دب، لا اقول دي. ديب. ديب. اطول في الاي، اطول اكن الياء ممدود، اياء ممدود. اقول دي. ديب. هنا اقول فيد. 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 هنا اقول دير. 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 مش هقولش در، لا اقول دير. ما هو هنا ما اقولش ريد، هنا اقول ريد. ريد. هنا اقول سيد. 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 فاقول سد، لا دي كلمه ثانيه اهي سد. طب دي سيد، عشان احنا عارفين الاي، اطول الياء، اطول اي. اي. تمام. امتى بقى ما يتنطقش حرف الاي؟ في حاجتين، في قاعده ليها شواذ. طيب لا ينطق حرف الاي اذا جاء في اخر الكلمه، يعني لما جه في اخر الكلمه ما نطقش. بص هنا اقول لايكي، احنا قلنا الكسر الاي كسره، فاقول لايكي، لا هقول لايك، لكن ده مش موجود زي ما قلنا، يبقى دي اسمها لايك مش لايكي. هنا اقول هيتي، لا اقول هيت. خدنا ازاي احول الشورت للونج، يعني الصوت القصير للصوت الطويل. قلنا لما يجي حرف ساكن، حرف ساكن بين حرفين متحركين، بحول الشورت للونج. للفيديو الناس اللي سمعت الفيديو، هنا كنت بقول ها ايه، بقول هات. هات. طب حطيت الايه؟ لا الايه هياخد الصوت الطويل هيت. الاي دي موجوده، خلت ان الايه تاخد الصوت الطويل، بدل ما كنت بقول اقول ايه، هنا بقول هيت. هنا كنت من غير ايه هات. طب حطيت ايه هيت. طب دي لايف. دي لايف، لكن الايه مش موجود. لايفي، لا لايف. لايف. طب دي اسمها فيس. فيس. طب دي اسمها ايه؟ ميك. ميك. ميك حرف ساكن جه بين متحركين فياخد الصوت الطويل اللونج، فاقول ميك. هنا لايف. 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 قلنا حرف ساكن جه متحركين، الاي كانت بتنطق ايه؟ كسر في الشورت. طب في اللونج
هتاخد الاي اي واليو، فهنا اقول لايف، هنا لايف وهنا لايف. طيب في كلمات شواذ زي كلمه زي دي فري، الاي جت في الاخر فانت نطقتها، بس الاي ده مزدوج بس الاي ديت تنطق كلمه ممدوده فاقول فري. طب دي برضو تري، تري زي كلمه زي دي ابستروفي، ابستروفي اي فاقول كسر ابستروفي. طيب امتى بقى ما بنطقش؟ ديت شهيره جدا بتغلط ناس كتير، وانا شارح الفيديو ده عشانها. لا ينطق حرف الاي لو جه في اول الكلام وبعده حرف اليو. ازاي يعني؟ حرف الاي جه في اول الكلمه، حرف الاي جه في اول الكلمه وبعديه جه بعديه حرف اليو، اليو دي ما تخليش الاي يتنطق اكن الاي مش موجوده، فهنا هقول اريو لا هقول يورو، عمله اليورو يورو، يورو ما اقولش اريو لا هقول يورو، يورو هنا يوروبي يورو، هنا اخلي الاي هتنطق ايه؟ اليو خلت الاي ما تنطقش. طب في دي اليو خلت الاي ما تنطقش فاقول يوروب، يوروب يوروب ما اقولش يوروبي، ما احنا قايلين ان الاي في اخر الكلمه ما بتنطقش، في اخر ليه لما تيجي في اخر الكلمه ما بتنطقش فاقول يوروب اكن دي مش موجوده ودي مش موجوده. انت بقى يوروب، يوروب يوروب دي تقيله فتك على نفس يوروب، يوروب يوروب، هنا يورو، يورو اكن الاي مش موجوده، يورو يورو يوروب يوروب يوروب. يبقى حرف الاي الكسره في اللغه الانجليزيه اي اي اي، اي تقيله اي خفيفه، لو جه اي ورا بعض ينطق اي اي مقطع يعني كله ينطق كالياء الممدوده. ما تنطقش امتى؟ لما يجي في اخر الكلمه ما عدا الثلاث كلمات دول. طيب القاعده الشهيره ان الاي لما يجي في اول الكلمه ويجي بعدها حرف اليو الاي ما بنطقش، اليو تخلي الاي ما تنطقش، فهنا اقول يورو ما اقولش اريو اقول يورو يورو. تمام كده حرف ايه شرحته لك. نتقابل في فيديو جديد.